بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في منهج الرياضيات 2025. زي ما انتم شايفين ده كتاب المعاصر اللي احنا إن شاء الله هنشتغل بيه السنة دي. هنبص بصة مع بعض على المنهج بتاعنا علشان نشوف احنا هنكون ماشيين ازاي. المنهج عندنا بيتكون من 4 وحدات. الوحدة الأولى عندنا اللي اسمها الأعداد والعمليات عليها بتتكون من 7 دروس. الجبر بيتكون من 3 دروس ودي الوحدة التانية عندي. الوحدة التالتة هي الإحصاء وبتتكون عندي من 3 دروس زي ما انتم شايفين. الوحدة الرابعة والأخيرة اللي هي الهندسة والقياس بتتكون عندي من 8 دروس. هنبدأ مع بعض النهاردة في الوحدة الأولى اللي معانا. بس قبل ما نبدأ في الوحدة الأولى في مقدمة مهمة لازم نكون عارفينها وفاهمينها علشان نكون داخلين على الدرس الأول مهيئين نفسيا إن احنا نفهم الدرس ده بيتكلم عن إيه. الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن النسبة، والنسبة درس مش غريب خالص علينا لأن احنا كنا اشتغلناه أو درسناه في الصف السادس الابتدائي وفي المرحلة الابتدائية عموما. هي النسبة عندنا هي إحدى طرق المقارنة بين كميتين من نفس النوع. زي ما يكون عندي 3 أقلام حمر و4 أقلام زرق، وعايز إن أنا أقارن بين الكميتين هما فعلا من نفس النوع لأن دول كلهم أقلام. هاجي أقول إن أنا عندي 3 حمر إلى 4 أقلام زرق. فيمكن التعبير مثلا عندي عن النسبة اللي هي A و B بإحدى الطرق التالية. إما إن أنا أقول النسبة دي اسمها A على B، أو A إلى B، أو A إلى B. ده كلها أشكال بتعبر عن النسبة، ومفيش فرق خالص بين ال3 أشكال بتوع النسبة. مديني مثال بيقول لي فصل يتكون من 15 طالب منهم 7 أولاد والباقي بنات. أكمل. الباقي بنات طبعا يعني في 8 بنات. تعالوا نشوف هو عايز مني إيه. أول حاجة بيقول لي أنا عايز النسبة بين عدد الأولاد إلى العدد الكلي. هما الأولاد عندي كام؟ 7 يا مستر. يبقى 7 على، طب والعدد الكلي 15 يبقى 7 على 15. ينفع اكتبها بصورة تانية؟ ينفع ان انا اقول 7 الى 15 او 7 الى 15. وخلي بالك ان النسبة هنا عندي هي علاقة جزء اللي هو الاولاد، وده جزء عندي من كل، لان الاولاد جزء من الطلاب فده علاقة جزء بكل. جزء الاولاد من الكل اللي هو عدد الطلاب كلهم. رقم 2 بيقول لي أنا عايز النسبة بين عدد البنات وعدد الأولاد. أقول له والله إن عدد البنات عندي 8 إلى عدد الأولاد عندي 7، فتكون النسبة 8 إلى 7 اللي هي ينفع أكتبها وأقول 8 إلى 7 أو 8 إلى 7. ودي علاقة جزء بجزء لأن الاتنين سواء الولاد أو البنات دول جزء من عدد الطلاب الكلي، فدي علاقة جزء بجزء. رقم 3 بيقول لي أنا عايز النسبة بين العدد الكلي وعدد البنات. العدد الكلي عندي كان 15 وعدد البنات كان 8، فتكون النسبة 15 إلى 8 أو 15 إلى 8 بالشكل ده، أو 15 إلى 8. وده كان علاقة بين الكل اللي هو عدد الطلاب الكلي إلى جزء اللي هو عدد البنات اللي هو جزء من عدد الطلاب الكلي، فدي علاقة كل بجزء. كده أنا عندي في النسبة إما أن تكون العلاقة بين كل وجزء، أو جزء وكل، أو جزء وجزء. ندخل على حاجة تانية بعدها اسمها النسب المتكافئة. يعني ايه نسب متكافئة؟ يعني أنا عندي شكل دلوقتي من أشكال النسبة اسمه 4
إلى 8 زي ما أنا شايف. ينفع إن أنا أطلع نسبة تانية أو نسب تانية كتيرة جدا بتساويها. إزاي يا مستر؟ لو أنا جيت ضربت فوق في 2 وضربت تحت في 2 كده هطلع نسبة متكافئة. 2 في 4 ب8 و2 في 8 ب16. النسبة اللي طلعت دي هي نسبة مكافئة للنسبة الأصلية. طب أنا عايز أطلع نسبة تانية، تعالى نضرب في 3 فوق ونضرب في 3 تحت. 3 في 4 ب12 و3 في 8 ب24. يبقى دي ودي هي نسب بتكافئ أو بتساوي أو بتعادل النسبة الأصلية. ينفع أطلع تاني؟ طبعا زي ما أنت عايز وكتير جدا، وممكن عن طريق القسمة. لو أنا قسمت فوق على 2 وتحت على 2 هتطلع لي نسبة تانية. 4 على 2 فيها 2 و8 على 2 فيها 4. طب ينفع أطلع نسبة تانية؟ ينفع. لو أنا قسمت على 2 فوق برضو وعلى 2 تحت هيطلع لي النسبة دي. فكل دي النسب اللي أنا طلعتها، الاتنين اللي هنا والاتنين هي نسب تكافئ النسبة الأصلية اللي عندي. ماشي. بعد كده هندخل على حاجة اسمها كتابة النسبة في أبسط صورة. يعني أنا ببسط شكل النسبة، بخليها في شكل صغير، بخلي الأرقام بتاعتها أرقام صغيرة زي ما عملت هنا. 4 على 8 كان شكل مبسط منها 1 على 2. هنا بيقول لي 30 إلى 20 أنا عايز أكتبهم في أبسط صورة. إيه رأيك لو أنا قسمت على 10؟ هقسم هنا على 10 وهنا على 10 هيطلع 3 إلى 2. هل ينفع أختصر تاني؟ لا يا مستر. فإذا دي هي أبسط صورة ينفع أطلعها من النسبة دي. بعد كده هنروح على حاجة مهمة، هي نوع من أنواع النسبة اسمه المعدل، وهو عبارة عن نسبة تقارن بين كميتين مختلفتين في وحدات القياس. لما أجي أروح السوق هلاقي حد مثلا عارض 4 كيلو جرام من الطماطم ب40 جنيه. أنا بقارن فعلا لأن أنا عندي نسبة بقارن، بس بقارن بين حاجة بتقاس بالكيلو جرام وحاجة بتقاس بالنقود أو بالفلوس. فهي عندي هنا تحولت من ان يكون اسمها نسبة الى ان يكون اسمها معدل. فاذا لما يكون عندي 4 كيلو ب40 جنيه اذا الكيلو عندي هيكون ب10 جنيه. طب لو انا بمشي بالعربية بتاعتي 120 كيلو متر كل 3 ساعات، يعني كل 3 ساعات بقطع مسافة 180 كيلو متر، اذا انا بمشي 60 كيلو متر لكل ساعة. وعندي هنا لما المقام يكون 1 بسميه معدل الوحدة. يعني أنا كل وحدة ساعة، كل 1 ساعة بمشي 60 كيلو متر. لحد هنا بنوصل مع بعض إن احنا بنخلص التهيئة بتاعت الدرس الأول بتاعنا. لازم نكون فاهمين يعني ايه نسبة ويعني ايه معدل والحاجات اللي احنا شرحناها. الواجب بتاعنا بيقول لي اكتب كل من النسب الآتية في أبسط صورة. 48 إلى 16 عايز أحطها في أبسط صورة، و50 إلى 75 عايز أحطهم في أبسط صورة. طبعا المسألتين دول أنا عايزك تحلهم في الكشكول بتاع الواجب وتتابع معايا وتشوف الحل بتاعك إن شاء الله هيكون صح ولا في مشكلة. هطلب منك كذا طلب وكام حاجة لازم يكونوا معاك في رحلتنا ان احنا نشرح منهج الرياضيات للصف الاول الاعدادي. محتاجين ان احنا نتشارك مع بعض زي ما انا بشرح، برضو لازم أن تكون بتشارك معايا بمجهود، مش ان انت بتشاهد بس. هحتاج منك ان انت يكون معاك كتاب المعاصر، وانا برشح كتاب المعاصر، ويكون معاك كشكول. الكشكول ده بنحل فيه مع بعض على كل جزئية من الجزئيات اللي انا بشرحها في الدرس او في الحصة مع بعض، وده بينمي عندك ان انت ملكة الفهم، لان احنا هنقسم الدروس على اجزاء صغيرة، على كل جزء صغير شرحه مع بعض هدي لك مثال او مسألة صغيرة تحلها.
وعايز منك كشكول تالت. الكشكول التالت ده بنحل فيه الواجبات اللي انا بقولك عليها، وهنعمل مع بعض جروب. الجروب ده هيكون متخصص في ان احنا نشوف الواجبات بتاعتنا، نتابع مع بعض الشروحات. اللي محتاج حاجة يبعت لي على الجروب. واتمنى ان احنا نكون ماشيين مع بعض في رحلة التعلم، مش اكون ماشي لوحدي. واتمنى ليكم دايما يا رب كل التوفيق، واشوفكم ان شاء الله على خير في الدرس الاول.